اسمع أيها الشعب السوداني، أجمل ما قال البرهان شاهد حتى النهاية. البرهان يلتقي تنسيقية أبناء الرزيقات. قبل أن نبدأ الفيديو من فضلك علق بأي شيء وأعد نشر الفيديو لنتمكن من الاستمرار. اسمع حتى الآخر. التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في مكتبه ببورت سودان يوم الأربعاء بتنسيقية أبناء الرازقات بالداخل والخارج بحضور المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل. وخلال اللقاء تسلم البرهان رؤية ومصفوفة أبناء الرازقات لمعالجة الأزمة الراهنة في البلاد. وأكد البرهان أن التمرد لا ينتمي إلى قبيلة معينة، مشيرا إلى أن الأحداث الأخيرة هي من تخطيط آل دقلو، ومؤكدا أن قبيلة الرزيقات ليست جميعها مرتبطة بالتمرد. أشاد البرهان بقبيلة الرزيقات لمساهمتها الكبيرة في رفض القوات المسلحة بالعديد من أبنائها، وأضاف قائلا: هذه الحرب شخصية خطط لها حميدتي وشقيقه عبد الرحيم بهدف الاستيلاء على السلطة بمعاونة عملاء من الداخل والخارج. وأشار البرهان إلى وجود جهات تسعى لتفكيك السودان ونهب موارده، مبينا أن الشعب السوداني بأسره تضرر من هذه الحرب، وأن هناك قوى سياسية صغيرة تآمرت مع الميليشيات بغرض حكم السودان. وأوضح البرهان أن التمرد استعان بمرتزقة من الخارج، مشيرا إلى أن المعلومات المؤكدة تفيد بأن 70% من المتواجدين في مصفاة الجيلي هم من المرتزقة الأجانب. وأكد البرهان أن وقف الحرب يتطلب تنفيذ اتفاق جدة، معربا عن شكره وتقديره لأبناء الرزيقات على مبادرتهم الطيبة ومؤكدا دعمه لها. من جانبهم أكد المتحدثون خلال اللقاء وقوفهم ودعمهم للقوات المسلحة باعتبارها المؤسسة القومية التي تضم في داخلها كل أبناء السودان بمختلف مكوناتهم الاجتماعية. وأعلنوا تبرؤهم مما تقوم بارتكابه ميليشيا آل دقلو المتمردة، مؤكدين أن المشروع الذي تتبناه هذه الأسرة مشروع تخريبي يستهدف أمن واستقرار الوطن. وأوضح المتحدثون بأن السودان يواجه أكبر مؤامرة تريد النيل من سيادة وسلامة أراضيه، مؤكدين أن التنسيقية ستعمل على دعم المقاومة الشعبية من خلال انخراط أبنائها في صفوفها وتقديم الإسناد اللازم لها حتى تطلع بمسؤولياتها في الدفاع عن الأرض والعرض ووحدة السودان. ودعا المتحدثون إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل قفل الإمداد الذي يصل للميليشيا عبر تشاد، مشيرين إلى أنهم سيقومون بالتواصل مع مجتمعاتهم للوقوف في وجه المجموعات القبلية التشادية التي تدخل البلاد عبر دارفور. وأوضحوا أن هذه الحرب لا يقوم بها الرزيقات وإنما بيت آل دقلو، مشيرين للأدوار الوطنية العظيمة للقبيلة منذ استقلال السودان. وأكد المتحدثون أن مجيئهم لبورت سودان أملته المسؤولية الوطنية التي تقتضي الوقوف بجانب القوات المسلحة من أجل الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه. سونا.